لو كنت منافقا، لو كنت منافقا، كتبها وحيد حامد، أخرجها مصطفى أبو حطب. أفندم، في زباين النهارده يا صفوان؟ كتير يا فندم. كتير؟ كام يعني؟ 3 4؟ لا يا فندم، دول طابور. طابور ليه؟ بقينا جمعيه تعاونيه بنبيع كاستور، عندنا بيض وفراخ ورز. دي مؤسسه الاختراعات الحديثه، والزباين بتوعنا نادر وجودهم، دول كبار العلماء والمخترعين. حيدر بيه انا عارف. 15 سنه من يوم انشاء المؤسسه لغايه دلوقتي، واحنا في الشهر يا دوب يشرفنا مخترع واحد، وكل سنه على ما نلاقي واحد عنده اختراع معقول. والنهارده جاي تقول للمخترعين طابور؟ عددهم كام يا صفوان؟ 101 يا حيدر بيه. ده عدد كبير جدا. 100 بنت وراجل واحد بس. كمان؟ مؤكد في حاجه غلط. الاختراعات العظيمه الرجاله بس هم اللي فكروا فيها. انا في حياتي كلها ما سمعتش عن واحده ست توصلت الاختراع عليه القيمه. دول مش ستات يا حيدر بيه، انا قلت بنات، يعني سنهم من 17 ل 12 سنه بس. مؤكد في خطأ. هي الاختراعات سهله ولا لعبه يلعبوها بنات مراهقات؟ دي الناس بتضيع عمرها كله عشان توصل لحته اختراع صغير. وبعدين يا فندم كلهم في غايه الجمال والرقه. ده اكبر دليل على انهم مش مخترعات ولا حاجه. يمكن غلطوا في العنوان وافتكروها مؤسسه لمستحضرات التجميل ولا بيت من بيوت الازياء. صفوان، اطلع هات لي عينه من البنات دول اشوف ايه الحكايه. 5 6 يا فندم، ولا اكتر شويه. 5 6 ليه؟ واحده كفايه. بسرعه يا صفوان، ولا اقول لك هات 3 زياده في التاكيد. سبحان الخالق فيما خلق. كل البنات زي العينه دي يا صفوان؟ واجمل يا حيدر بيه. مؤكد العلم بيشهد عصر جديد. طول عمري اعرف ان العلماء واهل العلم عموما ما عندهمش اهتمام بالمنظر، ونظرهم ضعيف وعينيهم تعبانه من كتر القرايه والبحث. لكن انا شايف عيون ساحره وقوام ممشوق. يا ترى الاختراعات بتاعتهم هيكون شكلها ايه؟ اتفضلوا يا انسات يا محترمات. اتشرف بالاسماء. أنا اسمي هابي. أنا ماجي. إيش؟ صلاة النبي. ربنا يجعل تقدم العلم على ايديكم. هابي وماجي وايش. صفوان افندم، انت متاكد ان دول مخترعات يا صفوان؟ امال يعني جايين عندنا ليه؟ المنطق يقول ان العينه دي ملهاش دعوه بالعلم ولا تعرف تكنولوجيا. بذمه دي اشكال سهره الليالي ولا فتحت كتب ولا دخلت معامل؟ منورين يا حلوين. ميرسي قوي. طبعا عارفين ان دي مؤسسه الاختراعات الحديثه. أيوة. امال يعني شايفكم داخلين عليا وايديكم فاضيه؟ لا شايف رسومات هندسيه ولا نماذج ولا حتى واحده شايله ملف فيه شويه ورق. ياي ولزومها ايه الحاجيات دي؟ يا سلام، عاوز اقول يعني فين الاختراعات بتاعتكم؟ انت يا انسه هابي، فين الاختراع بتاعك؟ أنا مش مخترعة ولا حاجة. لما انت مش مخترعه جايه ليه؟ أنا جاية علشان أشتغل سكرتيرة. أنتم عاملين إعلان عن سكرتيرة. وتقول لي مخترعات يا صفوان؟ انا قلت ايه اللي حصل في الكون؟ قلت ان مشاكل البشريه هتتحل. قلت ان عصر العلم الذهبي اقبل على الدنيا. يعني سات الصاله دي مخصصه لاستقبال العلماء والاساتذه الكبار، العلماء الاجلاء. باب المستخدمين هو الباب الخلفي. مع السلامه. الدنيا حظوظ. انا ما اشتغلتش في المستخدمين ليه ويبقى شغلي مع العينات الحلوه دي؟ البنات كلهم راحوا على المستخدمين. رقم 101 الاستاذ ده. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا. وعليكم السلام. أقدم لحضرتك نفسي أبو الفتوح حمزة، مخترع. حضرتك مخترع؟ بكل تواضع. وأحب أعرفك إني توصلت الاختراع بتاعي بعد 40 سنة من البحث المستفيض. عشرات الآلاف من الكتب والمراجع قريتها، وفي المدة دي بعت عزبة مساحتها 350 فدان كلها جناين. لكن مش مهم، كله في سبيل العلم يهون. شايف يا صفوان؟ ادي المخترعين، مش هابي وسالي وايش. اهلا يا استاذ اهلا. صفوان؟ نعم يا فندم. ليمون يا صفوان، من بتاع كبار العلماء والمخترعين. الليمون ده علشاني؟ طبعا يا فندم. يا ريت يكون مع الليمون سندوتش فول او جبنه رومي، اصل الاطباء محرجين عليا ما اشربش الليمون على الريق. شوف طلبات الاستاذ المخترع يا صفوان. امرك يا فندم. حضرتك بتبص على ايه يا استاذ ابو الفتوح؟
صور مين دي اللي متعلقة على الحيطان؟ يا خبر يا استاذ ابو الفتوح، حضرتك مش عارف صور مين دي؟ لا. يعني هتكون صور ممثلين سينما؟ دول صور كبار العلماء. عندك اللي على الشمال ده جاليليو، وده ارشميدس، وده جراهام بيل، وده اينشتاين، وده ايوه انا عارف بس عاوز اعرف مين ده بقى. مين ابو جلابيه سكروطه ولاسه وعمه على دماغه؟ اوعى تقول لي انه مخترع. ده المعلم خنفور. المعلم مين يا فندم؟ المعلم خنفور. والمعلم خنفور صورته تنحط جنب صور جاليليو وارشميدس ليه؟ لانه مخترع زيهم. واخترع ايه المعلم خنفور يا استاذ؟ كمبيوتر. مرة واحدة؟ برفاص. حسب معلوماتي انا معرفش حاجة في الدنيا اسمها كمبيوتر برفاص. ده اعظم اختراع جه المؤسسة بتاعتنا، اختراع حقق ارباح خيالية. عارف بعد تنفيذ الاختراع بعنا منه 10 مليون قطعة في السوق المحلي بس، ده غير الانتاج الخاص بالتصدير. 10 مليون كمبيوتر برفاص اتباعوا عندنا هنا؟ لازم اختراع يعني حيوي جدا للدول النامية وشعوب العالم الثالث. والكمبيوتر ده تمنه كام؟ جنيه ونص. جنيه ونص؟ في الدنيا كلها كمبيوتر تمنه جنيه ونص؟ نوعه ايه ده؟ برفاص يا سيدي. عارف انه بنيلة وهباب اسمه رفاص، بس اعرف الاوصاف بتاعته. ثم ان يعني تمنه رخيص قوي. انا ممكن اشتري واحد دلوقتي. ده الظاهر ان المعلم خنفور ده راجل فحل من جهابذة العلماء يخترع كمبيوتر زهيد الثمن للدرجة دي. يسعدني ويشرفني اني افرج سعادتك على نموذج اختراع المعلم خنفور، الكمبيوتر ابو رفاص. ايه رأيك؟ هو ده الكمبيوتر ابو رفاص؟ ايوه. بس دي جوزة من اللي بيشربوا عليها الدخان المعسل اللي بيجيب الامراض والبلاوي الزرقاء للناس. سبحان الله. وانا عمال اقول ايه يا ناس الكمبيوتر ابو جنيه ونص ده اتاريه جوزة. يا استاذ الجوزة بتكركر وتعمل صوت، لكن الكمبيوتر ده من غير صوت نهائي. لازم حضرتك ما بتشربش معسل خالص. عمري ما شربته. امال وصلت الاختراع بتاعك ازاي؟ بالجرجير. نعم. كنت باكل جرجير عمال على بطال. جرجير؟ ايوه جرجير. مش احسن من الدخان المعسل؟ انت كده هتخليني اشك في الاختراع بتاعك. انا الاختراع بتاعي حاجة تانية، اختراع يهم شعوب العالم كلها. الاختراع بتاعي في اليوم الواحد هتبيعوا منه 1,000,000,000 قطعة. قول لي يا محترم. نعم. مين الست ام ملاية اللي صورتها متعلقة جنب صورة المعلم خنفور دي؟ الست حرمه؟ لا دي الليدي زنوبة. الليدي زنوبة دي كمان مخترعة؟ ايوه مخترعة، وفوق كده مرات السيد الدكتور رئيس مؤسسة الاختراعات الحديثة. والاختراع بتاع سعادتها يا ترى عبارة عن ايه؟ بسبب الاختراع بتاعها الدكتور رئيس المؤسسة العلمية اتجوزها. دي يا سيدي اللي ابتكرت الخلطة بتاعة محشي ورق العنب. الله اكبر. وتحبيشة المسقعة وصينية البطاطس باليخني. ما شاء الله ما شاء الله. على كده بقى انا هتكون ليا معاملة خاصة في مؤسسة الاختراعات الحديثة بتاعتكم. على الله يكون اختراعك عليه القيمة، وصورتك تنحط جنب السادة الافزاز دول. صورة ايه؟ انا عاوز تمثال برونز. ونعمل لك تمثال ويتحط جنب ابو الهول. من الواضح ان حضرتك واثق في نفسك قوي. الا واثق؟ دول 40 سنة كفاية بحث ودراسة، شقى ليل ونهار، وبعت عزبة كلها جناين فاكهة، وبقيت مديون ب17 جنيه و38 قرش، انجرارة من البقال عيش وجبنة وزيتون. يا أستاذ يا محترم، أنا الاختراع بتاعي هيهز العالم هز، زلزال، بركان. على بركة الله. بيانات سيادتك؟ بيانات ايه؟ يعني اعرف مؤهلاتك العلمية ونوع الاختراع بتاعك عشان ابعتك للجهة المختصة في المؤسسة. دي حدود مهمتي. مفهوم. سيادتك اكاديمي؟ طبعا. جامعة ايه يا فندم؟ العباسية. قصد حضرتك جامعة عين شمس؟ لا، جامعة العباسية حاجة وجامعة عين شمس حاجة تانية. جامعة عين شمس بعد النفق الأولاني، لكن جامعة العباسية في نهاية الكوبري العلوي اللي عملوه جديد. دي جامعة هايلة. كل اللي فيها عباقرة،
وفيها كل التخصصات، طب تلاقي، هندسة تلاقي، حتى الذرة، وفيها أبطال حرب وممثلين. الحقيقة جامعة شاملة. صفوان، الليمون والسندوتش. مفيش داعي. الأستاذ من جامعة العباسية. عارف جامعة العباسية تبقى إيه يا صفوان؟ مستشفى الأمراض العقلية يا فندم. تمام يا فندم، ويكون في علم حضرتك إني فخور جدا بانتمائي للجامعة المذكورة. وسيادتك اتخرجت منها إمتى؟ امبارح بس، بعد الاختراع بتاعي ما جهز وبقى تمام التمام وجربته واطمنت عليه، أنا بقى خرجت نفسي، هربت بالاختراع بتاعي وجيت على هنا. يا سلام. أيوة. النهارده ماله مبتدي جميل بالشكل ده؟ ايه بقى الاختراع بتاع حضرتك؟ ده السؤال المهم. اتفضل. ايه ده؟ ده الاختراع بتاعي. اختراع ايه يا محترم؟ دي عدم المؤاخذة جزرة او راس فجلة. تمام، بس هي لا جزرة ولا فجلة، ده نبات جديد خالص، لسه ما اخترتش الاسم بتاعه. اتفضل دوق. فايدته ايه النبات ده؟ علشان تعرف الفايدة بتاعته يبقى تسمي وتاكل. لا لا لا، ما اقدرش اكل حاجة قبل ما تكون مغسولة، وقبل ما تكون مغسولة اعرف هي ايه. ده نبات جديد فيه كل عناصر الغذاء الكاملة، فيه خلاصة اللحم والسمك، خلاصة الخضار والفاكهة والبقول، حلويات ونشويات، فيتامينات وبروتينات، ونسبة من الكحول عشان الجماعة المنحرفين بتوع الكوباية اللي هم الجماعة السكرية. خلاص يا فندم، مشاكل البشرية اتحلت، انتهى زمن الجوع. يا جياع العالم ابشروا، اطفال افريقيا هيقدروا يقفوا على رجليهم، الاسعار هتنزل، كيلو اللحمة هيبقى بقرش ساغ، الجزارين هيقلبوا حلاقين، الاختراع بتاعي هيخلق عالم جديد من غير مشاكل، عالم الكل فيه شبعان. اتفضل يا فندم، افتح الصورة دي. فيها ايه السرة دي؟ فيها التقاوي. التقاوي؟ تزرع فدان. صفوان، جاهز يا فندم. شوف شغلك يا صفوان. تخرج بالذوق ولا ايه؟ لا 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 لا، لاحظ انك بتكلم عالم محترم. طب الله الله الله، يا ابني مش كده، انا راجل كبير مش حمل بهدله. طب هات الشنطه، هات الشنطه، ناولني التقاوي، اعمل معروف يا ابني، حاسب على ضلوعي. ناس جهلة، ويا ريت كده وبس. لازمته ايه الافتراء ده؟ ما كان يقول لي متاسفين ومع السلامه، لكن لازم يشيل ويرمي بره. طيب شال ورمى بره، لازمته ايه الضرب بالشلوت؟ أستاذ أنا شفت كل حاجة يا أستاذ، حضرتك لازم تعمل بلاغ في القسم. انت شفتي كل حاجه؟ أيوة، ومستعدة أشهد معاك، اوعى تسيب حقك عشان دول ناس مفيش عندهم أي دم. للاسف ما اقدرش اهوب ناحيه الاسم. إزاي بقى ما تقدرش وأنت صاحب حق؟ اصلي لو دخلت الاسم مش هخرج منه. في الاسم هيستقبلوني كويس قوي ويرحلوني كويس قوي على جامعة العباسية، لكن انت شفت الواقعة ازاي؟ أصلي أنا واقفة ملطوعة قدام المؤسسة دي من الساعة 7 صباحا وشايفاك من الأول. أنا بقى ما شفتش حاجة خالص من أصل. الظاهر إن الشلوت بتاعه المفتري اللي اسمه صفوان ده أثر على أعصاب المخ، والرؤية انعدمت من عندي. لكن هما هيروحوا مني فين؟ أنا قاعد على قلبهم. هو حضرتك جاي تدور على شغل؟ لا يا بنتي، ده أنا اللي جاي أشغلهم. تبقى لازم بقى حضرتك مفتش حكومي. هي الأصناف دي تخاف من مفتشين حكومة؟ دي أصناف عاوزة ضرب الصرم القديمة. والله عندك حق، أنا برضو عملوا معايا زي حضرتك بالظبط. بالشلوت برضو؟ لا، ما كانش فيها شلوت، لأنهم ما يقدروش طبعا يعملوا كده مع أي واحدة ست. حضرتك المخترعة؟ لا. أمال جاية مؤسسة الاختراعات الحديثة تعملي إيه؟ أنا جاية أتوظف. المؤسسة عاملة إعلان عن طلب سكرتيرة، وأنا بتكلم إنجليزي وفرنساوي وألماني وطلياني كمان، وعندي فكرة عن اللغات الشرقية، وبعرف أكتب آلة كاتبة واختزال. دي كلها مؤهلات السكرتيرة المحترمة، يطردوك ليه بقى؟ عاوز أعرف. عشان ماليش واسطة.
تتصور يا استاذ انا البنت الوحيده اللي جايه من غير جواب توصيه او كارت عليه اسم راجل مهم. ما هو علشان كده كل دول العالم بتمشي لقدام واحنا للخلف دور. رغم ان كل اصحاب الوسايط مش محتاجين الوظيفه قد ما انا محتاجه لها يا استاذ. يا استاذ انا بصرف على امي. بلاش يا بنتي. بلاش اصرف على امي؟ لا 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 لا، انا قصدي يعني بلاش تعيطي. اه الحاجات دي ما بقدرش استحملها. بس ايه رايك ان الوظيفه دي هتكون من نصيبك باذن الله؟ انت عندك واسطه جامده قوي. فين هي الواسطه دي؟ انا. انت ده انت لسه واخد شلوت حدفك بره المؤسسه. لا لو ايه، عبرت الشارع طاير في الهوا. طب كنت توسط لنفسك يعني. انا الموضوع بتاعي عاوز واسطه اكبر مني بكتير. اديكي شايفه اللي عاوزه تتوظف سكرتيره جايبه واسطه وزير. انا على كل حال يعني محتاج مالك بقى ولا سلطان؟ وانت الصادقه عاوز سكرتير عامل المتحده شخصيا. وده هتوصل له ازاي؟ بالتحايل. ان شاء الله هوصل له بالتحايل. لكن بالنسبه لوظيفه السكرتيره فاطمئني اقدر عليها. يا ريت يا استاذ. بشرط اشرط يا استاذ. زي ما هساعدك تساعديني. مش فاهمه. يعني انا هوظفك في المؤسسه وبعد ما تتوظفي يبقى ليكي مركز محترم تساعديني. اساعدك في ايه بقى بالظبط؟ ما هو انا لازم اعرف نوع المساعده. لا تكون حاجه كده ولا كده يا استاذ. المساعده ان الشنطه دي تدخل مؤسسه الاختراعات الحديثه. فيها ايه الشنطه دي يا استاذ؟ فيها اختراع لخدمه البشريه. ما دام الحكايه فيها خدمه البشريه يبقى انا موافقه. على بركه الله. نبتدي الشغل بقى. انت اسمك ايه؟ سلوى. وانا اسمي ابو الفتوح حمزه، وان شاء الله هدلك على سكه الفتوح. قولي لي يا سلوى. نعم. تعرفي ايه عن الرجاله؟ اعرف انهم رجاله، يعني كل راجل له دماغ وفيها دقن وشنب. لا 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 لا، ماليش دعوه بالاوصاف. امال لك دعوه بايه بقى؟ بالطباع. طباع الرجاله. لا يا استاذ انا متاسفه قوي. انا الحقيقه ما عنديش فكره خالص عنهم. اصلي انا عمري ما عشت مع رجاله. حتى بابا مات وانا يا دوبك كنت لسه في اللفه. معلش ما كانش ليكم جيران؟ كان، بس انا عاوزه اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا يا استاذ. ايوه. انا اصلي بخاف من الرجاله. قوليها تاني لو سمحتي. انا اصلي بخاف من الرجاله. بتخافي من الرجاله وعاوزه تشتغلي سكرتيره؟ تيجي ازاي دي؟ لهم حق ما يقبلوش اوراقك. واحده زيك ما يصحش تدخل من باب مؤسسه الاختراعات الحديثه. ليه يا استاذ؟ شغل السكرتيره دي شغلانه كلها مواهب. لازم تكوني لذيذه. نعم لذيذه. ايوه. جرى يا استاذ وانا جايه للاكل؟ انا انسانه في بيتكم، لكن في الشغل لازم تكوني زي الفاكهه المحرمه. كل اللي حواليكي يطمعوا فيكي لكن محدش يقدر يلمسك. لازم تكوني زي تفاحه ادم، اللي يلمسك تحصل له كوارث ونكبات. علشان كده لازم تكوني لذيذه. فهمت قصدي؟ شويه. نشوف بقى حكايه خوفك من الرجاله. بتخافي من ايه من الرجاله بالظبط؟ ايه في الرجاله يخوف واحده ست؟ يعني الشنبات بس؟ لا يعني نقدر نقول ان دي اول حاجه. بعد ما تدخلي مؤسسه الاختراعات الحديثه وتبقي سكرتيره محترمه مش هيكون في المؤسسه كلها بني ادم واحد بشنب. الكل لازم يحلق شنباته. حضرتك هتأمرهم؟ انا انا ايه يا بنتي؟ انا ماليش صفه خالص. انت اللي هتعملي كل حاجه. الشنبات اللي بتخافي منها هتتحلق علشان سواد عيونك، علشان رقتك ولطفك، علشان ذوقك ودلالك. حاضر يا استاذ. شوفي يا سلوى. نعم. عاوزك تسمعيني كويس. انا تحت امرك يا استاذ. الرجاله هم كل حاجه، سواء في مؤسسه الاختراعات الحديثه او غيرها. وكل راجل يا بنتي عنده نقطه ضعف خاصه بيه لوحده، لكن في نقطه ضعف خاصه بكل الرجاله. ونقطه الضعف دي هي اللي هتخليكي تعملي فيهم زي ما انت عايزه. يبقوا لعبه في ايديكي، يتحركوا على اشاره منك. تقدري تعملي منهم ارجوزات وعرايس
تحركيهم بخيط في ايدك. ازاي يا استاذ؟ عندي وصفة هايلة، عندي اختراع هايل. ما هو شوف يا سلوى، علشان اقدر ادخل بالاختراع بتاعي للمؤسسة دي فلازم اعمل اختراع يكسر الروتين، يفتح في وش الابواب المسدودة، يخلي الودان الطرشة تسمع. وانتي الاختراع الهايف بتاعي يا انسة. انا اختراع هايف يا استاذ؟ اختراع هايف بس مهم، من غيرك انتي اي اختراع عظيم ملوش لازمة. سلوى، احنا في حاجة للغش والخداع، للكذب والنفاق. وحضرتك بقى عاوزني اكون كدابه وغشاشه؟ لا ابدا، اوعي تصدقي ان العيب في المنافق ولا في الغشاش. العيب يا بنتي في الناس اللي تحب تسمع كلام عن نفسها احلى من العسل وهم عارفين انهم امر من العلقم. في ناس يا سلوى تحب تعيش حياتها كلها مغشوشه، يبقى قصير ويلبس جزمه كعبها 18 سنتي علشان يبقى طويل، ويبقى اصلع ودماغه ما فيهاش ولا شعره، ويلبس باروكه تلم التراب والدبان علشان يبان جميل. سلوى، نقطة الضعف عند الرجالة كلهم الجمال. مش فاهمه يا استاذ. الجمال نعمة ربنا الكبرى، نعمة ملهاش حدود. الوحش نفسه يبقى جميل، والجميل عاوز يبقى أجمل. علشان كده الاختراع بتاعي عبارة عن كلمة واحدة مفيش غيرها، تقوليها لكل واحد يقابلك سواء كان وحش أو جميل. وايه هي الكلمه دي يا استاذ؟ انت جميل، انت لطيف. مش معقول. ايه اللي خلاها مش معقولة؟ كلمة لو قلتيها الراجل وحش هينبسط، ولو قلتيها الراجل هو فعلا جميل برضه هينبسط. في الأولى جبر الخاطر، وفي التانية تحصيل حاصل، لكن كسبت الرضا والقبول. ايوه يا استاذ، بس هنا يعني في مؤسسه الاختراعات الحديثه رجاله من نوع فريد، نوع خاص، دكاتره، ناس كلهم علم وعقل وحكمه. صعب ان اي حد يضحك عليهم بكلمه. من دول دول الصيد السهل يا سلوى، دول اللي عاشوا احلى سنين عمرهم وايام شبابهم كلها بين الكتب والمراجع والمعامل، عاشوا محرومين من الكلمة الحلوة. دلوقتي هم في امس الحاجة اليها. عارفة، لو قابلت واحد مرشح لجائزة نوبل وغزلتيه هيفرح بيكي اكتر من الجايزة. جربي، انت جميل، انت لطيف خالص، انت رقيق. اي كلمة من دول وليها الاستاذ فلسفة تاخد امتياز، وليها الجزار تاخد البتلو بسعر اللحمة الجملي ويمكن ببلاش، وليها الكمساري الاتوبيس تركبي ببلاش، وليها للعسكري في الشارع يضرب لك تعظيم سلام. خلاص يا استاذ، على بركه الله. جاهزة للغزو؟ جاهزه. ايدك في ايدي. نعم، جاي هنا تعمل ايه؟ انا مع الانسة. والانسه جايه تعمل ايه؟ اسألها، هي صاحبة الشقة. عايزه تبقى سكرتيره الباب الخلفي. ياه، مش معقول. الله، بقول الباب الوراني. مستحيل، انا مش مصدقه نفسي يا ربي. انا شايفه ايه قدامي بالظبط؟ في حاجه يا انسه؟ ده انت جميل بشكل. انا؟ ايوه. تريقه مش عايز لو سمحتي. صدقني انا بقول الحقيقه. طب من فضلك اديني لحظه اطل على نفسي في المرايه. اتفضل. بداية هايلة، شد حيلك. مشدود يا استاذ. اي خدمه يا انسه. انا مخترعه. يبقى تيجي يوم الاثنين، عشان نائب رئيس الاداره مخصص يوم الاثنين للمقابلات بتاعته. بس النهارده التلات، يعني لسه هتستنى 6 ايام؟ مش ممكن، ده الاختراع بتاعي مهم قوي. وعلشان اريحك انا هقول لك الاختراع بتاعها يبقى ايه بالظبط. الاختراع بتاعها هيخلي يوم الاثنين بدل يوم التلات. وعلى فكرة احنا جربنا الاختراع دلوقتي حالا في الشارع. اخرج بره هتعرف ان النهارده الاثنين مش التلات. يا سيد النهارده التلات. اتفضل، الجورنان ده بتاع يوم ايه؟ الاثنين. انا لسه شاريه من لحظة من بتاع الجرايد.
ضحك عليك وباع لك جرنان بايت. بلاش يا جورنان. الحلاقين بيقفلوا امتى؟ يوم الاثنين. حلو، اخرج بره، لو لقيت حلاق واحد فاتح يبقى لك الكلام. ومش كده وبس، السينمات غيرت الافلام بتاعتها. السينما اللي قدامكم فيها فيلم ايه؟ المشبوه. النهارده غيرت وجابت المعتوه. طب لحظة من فضلك. حيدر بيه، يا حيدر بيه، البنت دي معاها اختراع هيقلب الدنيا كلها. الراجل ده ايه اللي جابه هنا تاني؟ انا معاها سعادة البيه، حتى اسألها. خليك عندك. صفوان افندم. يطلع ايه الاختراع اللي هيقلب الدنيا ده؟ تتصور يا فندم، عندها اختراع يخلي يوم الاثنين بدل الثلاث، ويوم الثلاث بدل الاربع، وهكذا 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 وهكذا. الحد بدل السبت والسبت بدل الجمعة. اختراع ايه ده؟ ده اختراع يقلب الكون كله، يلخبط الايام والشهور ويبرجل الدنيا. اطردهم بره. يلا الحقي نفسك. مش معقول كده يا أستاذ، الاختراع بتاعي له فوايد كتير. قصدك اضرار كتير. ياي صوتك لحظة واحدة، من فضلك اتكلم تاني. اتكلم تاني؟ اتكلم اقول ايه؟ أي حاجة، قول أي حاجة. اتفضلوا اطلعوا بره. الله، الصوت ده صوت راجل عظيم. ملامحك كلها ملامح العظماء. نعم. مناخيرك طبق الأصل، مناخير أحمس. نعم. شفايف تحتمس. الله. شعرك شعر حتشبسوت. لحظة واحدة من فضلك. معاك مراية يا صفوان؟ ممكن يكون الاختراع بتاعك فوايد، بس ايه مش عارف. انا اقول لسعادتك ممكن تخلي ايام السنة كلها ايام جمعة وعطلات رسمية، وما نجيش الشغل. وممكن تخلي ايام السنة كلها اول الشهر، ونقبض كل يوم. لا، تقبض كل يوم فيه تعب عليك، اصلك هتضطر تيجي الشغل علشان تقبض. خليها كل اسبوع. كل اول اسبوع يبقى اول كل شهر، ويا دوب عليك 4 مشاوير في الشهر. والاختراع طبعا له مزايا تانية. ممكن كل المناسبات السعيدة اللي عندنا، أعياد الميلاد وأعياد الجواز. لا 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 لا، أعياد الجواز دي مفيش داعي الواحد يرجعها أبدا. شوف يا أنسة، أنا موافق على عيد العمال وعيد الفلاح وعيد الشرطة، لكن عيد الجواز ده حاجة بعيدة عنك. تقولي الكلام ده قدام المدام بتاعت حضرتك؟ عليا النعمة تاخد على دماغك باب وردة. بتقول ايه يا محترم؟ لا ولا حاجة يا فندم، أنا بهلوس. أنسة، بكرة تعالي عشان تسيبي اسمك وعنوانك، وبعدين نبقى نتصل بيك. بكرة؟ أيوه، ما احنا بكرة. صفوان أفندم، مش عاوز أشوف الراجل ده قدامي. أنا كلامي مع الأنسة الرقيقة الظريفة دي. ما هو شوف يا فندم، إذا كنت مش عاوز تشوفني قدامك فبرضه مش هتقدر تشوفها قدامك، علشان إحنا الاتنين سوا سوا. هي تستنى أنا معاها، هي تخرج أنا معاها، أنا أخرج برضه تخرج معايا. أنا شايفة إن أستاذ رقيق زي حضرتك لا يمكن أبدا يجرح مشاعر راجل طيب ويطرده برا. فعلا انا بهزر معاه يا انسه. هو في حد يقدر يطرد حد الايام دي؟ ثم ده راجل طيب. الله يحفظك يا فندم. واحنا في خدمتك يا انسه. المؤسسه هنا في خدمه اصحاب الاختراعات المفيده، وانت اختراعك مفيد. صفوان أفندم. مستني ايه يا صفوان؟ شوف الانسه المخترعه تحب تشرب ايه، وشوف الاستاذ يحب يشرب ايه. انا عاوز سحلب. وأنا كركديه. الو، جاي رسالتك حالا يا فندم. المدير العام طلبني، كويس، جت من عند ربنا. هديله خبر الاختراع بتاع حضرتك بعد اذنكم. بالسلامه يا فندم. أستاذ أبو الفتوح، أنا مش مصدقة نفسي يا أستاذ. مش مصدقة نفسك؟ بعد ده كله مش مصدقة نفسك؟ أنا أصلي بصراحة يا أستاذ إيه؟ مش عارفة، حاسة بحاجة
خايفة يا أستاذ بصراحة. بقولك ايه، أيوه. خدي بالك من كلامي واسمعيني كويس. أيوة. معايا؟ معاك يا أستاذ. انت معاكي اختراع مفعول واكيد. سلوى، أيوه سلوى، يا فندم. بص للكرسي ده كويس وغزليه. أغزله يعني ألعبه كرة؟ لا، أمال؟ غزل غزل. غزل. اه أغزل الكرسي يا أستاذ؟ ايوه، قولي له: يا كرسي يا خشب زان، يا ابو قماش وردي. أقول له الكرسي كده يا أستاذ؟ ايوه، قولي له أيوه ما أنا هقول أهو. بغزل بغزل. برقه: برقة. يا كرسي يا ابو خشب زان، أيوه. يا ابو قماش وردي. حاضر يا أستاذ. بغزل برقة. يا كرسي يا خشب زان. برقه برقه برقة. يا كرسي يا خشب زان. كويس كده يا أستاذ؟ برقه، مش بفتوانه. برقه. اختلط عليا الأمر يا أستاذ معلش. هم. يا كرسي يا خشب زان. الله الله يا كرسي يا أبو خشب زان. الله. يا أبو قماش وردي. ايوه. إيه ده؟ أنا ايه؟ أنا يا أستاذ، حضرتك شايف اللي أنا شايفاه؟ ايه في ايه؟ أنا مش قادرة أصدق نفسي. ده بيرقص يا أستاذ أبو الفتوح، الكرسي بيرقص يا أستاذ أبو الفتوح. عظيم عظيم. بص بقى لصور السادة العظماء والعلماء وقولي لأينشتاين: يا جمالك يا إنش، إنش. يا رقيتك يا إنش. وقولي لإديسون: يا حلاوتك يا إيدي. إيدي. يلا حاضر. يلا. يا جمالك يا رقتك يا إنش. الله. ثانك يو ماي فير ليدي. أنسة سلوى، أيوة المدير العام طالب يقابلك حالا. شفتي جالي كلامي؟ آنسة، وصلتني معلومات مؤكدة إن عندك اختراع مبتكر. الله، آنسة، كلامي موجه ليكي، أنا بكلمك. الله، إيه ده؟ أنت بتبصي لي كده ليه؟ أنت تلميذة من تلامذتي في الجامعة، تعرفيني؟ شفنا بعض قبل كده؟ أبدا. أبدا؟ يعني إيه أبدا؟ يا فندم، يا فندم أنا مش مصدقة نفسي. كنت فاكرة إن أنا هقابل شخص تاني. كنت فاكرة إني هقابل راجل مكعبر له كرش. لكن إيه؟ يا فندم سيادتك شكل تاني خالص. سيادتك وسيم جدا. كلام ايه الفارغ ده يا أنسة؟ انا لو كنت كده فعلا زي ما بتقولي وسيم، كان حد قبل منك قال لي. انا يوميا بقابل ما لا يقل عن 20 و30 شخص. يبقى بقى يا فندم يا عندهم قصور نظر، يا بيكونوا يعني مكسوفين من سيادتك. غريبة جدا. أنسة، نعم. عارفة سبب تفوقي في الدراسة ايه؟ طبعا مؤكد احساس حضرتك بذاتك. لا مفيش احساس بالذات ولا حاجة. شكلي يا أنسة للأسف كان منفر بعض الشيء. الحكاية دي من يوم ما اتولدت. يعني مثلا كل أطفال العالم كلهم على اختلاف جنسياتهم لازم أهاليهم يدلعوهم بجمل وكلمات ظريفة لطيفة زي يا حلاوتك يا جمالك. لكن للأسف أنا عمري ما سمعت الكلمة دي، وكنت متأكد إني مش هسمعها أبدا، مش هسمعها من المهد إلى اللحد. علشان كده اتعقدت من كل الناس واتجهت بكل الطاقات اللي عندي للعلم. أيوة للعلم. فهمتي؟ أنا مش فاهمة حاجة خالص. انت أول واحدة تقولي لي إنك وسيم. عارفة لو كنت بحلم كنت صدقت، خصوصا
إني عايش في الأحلام. أغلب وقتي أحب أنام أنام عشان أحلم، ويمكن كتر النوم هو اللي خلاني بدين شوية زي ما انت شايفة. شايفة. يبقى خلاص يا أستاذ، ها؟ بلاش تنام يا دكتور، ها؟ اسهر، ها؟ امشي، خلي الناس تشوفك. بعضهم بينزعج، أنا متفرغ للعلم والنوم. بس النوم الكتير مش ها؟ ظريف قوي علشان سيادتك. بس مهم جدا. عارفة أهم الاختراعات بتاعتي توصلت ليها وأنا نايم، كله في الأحلام. يعني اختراع المدهش، الكتاب اللي بيقرأ نفسه، والولاعة اللي تولع من غير ما تلمسيها، والقلم اللي بيجمع ويطرح ويضرب، كل الاختراعات دي جات لي في الأحلام. أنا حياتي نوم واختراعات. قولي لي بقى، تحت أمرك. كلمة وسيم اللي انت اتهمتيني بيها دي، أقدر أعتبرها نفاق علشان تكسبي ودي مثلا؟ إطلاقا. تبقى سخرية. إطلاقا. أمال إيه؟ رأيي الشخصي اللي أنا مقتنعة بيه يا فندم. بعد السنين دي كلها آنسة، أنا لو كنت سمعت الكلمة دي منك في شبابي كان مستقبلي اتغير بالكامل. بس تسمح لي أقول لحضرتك إنك مقصر في حق نفسك. إزاي؟ من فضلك قولي لي إزاي؟ أرجوك اعذرني إذا اتكلمت بصراحة شوية. لا، لازم تتكلمي بصراحة. حاضر يا فندم. أيوة. يعني سيادتك مثلا مش مهتم بالهدوم شوية. البدل بتاعتك يعني محتاجة لمسة عصرية في اللبس، مش أكتر. لمسة عصرية؟ أيوة. قولي لي لمسات عصرية يا أنسة. أنسة. نعم. قولي لي الاختراع بتاعك إيه؟ أنا مش مخترعة. ها؟ إزاي وليه؟ اللي زيك لازم تكون مخترعة. يا فندم أنا جاية المؤسسة علشان أشتغل سكرتيرة في إعلان في الجرايد بتاعت امبارح. عارف. إيه؟ سيادة المدير العام. عاوز إيه يا حيدر؟ مش شايفني مشغول مع الأنسة؟ الاختراع بتاعها مدهش، عاوز فهم عميق. يا فندم أنا حبيت بس أنبه سيادتك لاجتماع مجلس الإدارة. أنا ذاكرتي قوية يا حيدر. أمري سعادتك يا دكتور. سكرتيرة؟ ده أنت سكرتيرة؟ أيوة يا فندم. بتعرفي تكتبي آلة كاتبة؟ لا، لكن بعرف أعزف على البيانو. أحسن. أنا ما بحبش أي حاجة مكتوبة على الآلة الكاتبة. الكتابة بخط اليد لذيذة. طبعا أنت ممتازة في الإملاء وخط الجميل. للأسف يا فندم خطي يعني مش قد كده، وبغلط كتير في الإملاء علشان بكتب على مهلي قوي. هايل مدهش. حاكم السكرتيرة بتاعتي الموجودة حاليا بتكتب بسرعة جدا، وانت عارفة السرعة سبب من أسباب الأخطاء الجسيمة. الاجتماع يا دكتور. حاضر. ما طول عمرنا بنحضر اجتماعات. ايه حصل؟ الكون زاد حتة ولا نقص حتة؟ خلاص يا حيدر، أنا جاي الاجتماع. أمرك يا دكتور. الله، الراجل استحلى القعدة مع البنية ولا إيه؟ هو ما بصش لنفسه في المراية؟ ملك جمال القرود ده. ايه يا سلوى؟ ايه ايه في ايه؟ ايه الاخبار؟ الأخبار مش عارفة، غالبا هتكون الوظيفة من نصيبي. الله، ومالك كده حزينة؟ ده المفروض يعني انك تفرحي. أفرح بس إزاي يا أستاذ أبو الفتوح؟ وأنا حاسة اللي أنا بعمله ده يعني مش يبقى اسمه نفاق يا أستاذ؟ لا 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 لا، بلاش الاسماء دي. اللي انت بتعمليه ده يا سلوى دي حاجة ملهاش اسم. اسمعي، نعم. انت قدامك دلوقتي اصعب مهمة. ما افتكر بعد المدير العام نفسه ما أصبح شخص مستأنس جدا
ما بقتش في اي حاجه صعبه. لا لا، المهمة صعبة جدا. شوفي، خدي بالك معايا. ايوه. أنا سمعت إن فيه اجتماع مجلس إدارة ميعاده بعد دقايق معدودة. ايوه دي عارفاها. عارفاها؟ عارفاها. وعارفة أعضاء مجلس الإدارة كام عضو؟ 12. 12. والرئيس عليهم يبقوا كام؟ ما هي معروفه يا استاذ، وهي دي عايزه حسبه؟ ايه؟ انت بتمتحني من اول وجديد ولا ايه؟ ما هي معروف 12 وواحد يبقوا 13. طب وانت عايزني بقى مجلس الاداره ال 13 نفر دول كل عضو فيهم اكرر معاه نفس الحكايه، اقعد اقول له انت جميل، انت وسيم، ده انت صوتك حلو حلاوه، ده انت جميل. اسمعيني يا سلوى، اسمعيني. عاوزك تكوني أهم شخصية في المؤسسة، واخدة بالك؟ ازاي؟ عارفة الطرقة اللي بتوصل على صالة الاجتماعات الكبرى؟ لا. طيب، اطلبي من صفوان يدلك عليها. كل عضو من السادة أعضاء مجلس الإدارة تسلمي عليه مع ابتسامة. كويس. واخدة بالك؟ ايوه. تسلمي عليه مع ابتسامه. مع ابتسامة. ايوه. مع كلمة حلوة. آه. تسلمي عليه مع ابتسامة مع كلمة حلوة. خلاص انا حفظت يا استاذ. يلا على صفوان قبل الأعضاء ما يدخلوا صالة الاجتماعات. مش ممكن. ايه اللي مش ممكن يا فندم؟ مش معقول. يا فندم ايه اللي مش معقول؟ انا مش مصدق. يا فندم ايه اللي انت مش مصدقه؟ البنت المعجزه دي انا عاوز اشوفها حالا. موجوده يا فندم. ومستني ايه يا دكتور؟ مستني ايه؟ البنت دي ما حصلتش، دي خرافه، دي قلبت كيان المؤسسه كلها. المؤسسه لغايه امبارح بس كانت عباره عن مستودع كسل، برميل بلاده. النهارده بقت خليه نحل. تغيير شامل جديد حصل. الساده العلماء والمخترعين كنت اشوفهم كل يوم الصبح، دقونهم طويله وياقات القمصان بتاعتهم مبقعه والجزم مش متلمعه. اللي جزمته بيضه الاقيها سودا، واللي جزمته سودا الاقيها بني. النهارده شايفهم حالقين الدقون والشنبات وغاسلين اسنانهم اكثر بياضا. انا لازم اشوف البنت المعجزه دي دلوقتي حالا. ادخل. انتي؟ انت؟ نعم انا ايوه. انا ايوه ايه؟ نعم يا انسه. انت شايفه ايه يا انسه؟ في ايه؟ انا شايفه يا فندم، شايفه ان حضرتك وسيم جدا. نعم انا وسيم. ايه يا فندم؟ انا فهمت. دي الكلمه السحريه، عصا الحاوي. انت يا انسه قلت الكلمه دي للكل مش كده؟ ايوه. انا عارف ايه ممكن يحصل لهم بعد ما يسمعوا الكلمه بتاعتك دي. يفرحوا بفرحه الاطفال باللعبه الجديده. كل واحد فيهم يا انسه ينسى نفسه، عقله يتوقف عن العمل، قلبه يشتغل. دقات القلب على رأي الغنيوة، كل دقة في قلبي. انت يا انسه دفعت الدم الحامي جوه القلوب العجوزة، غيرت دمهم، وده في حد ذاته ذكاء يأهلك يا آنسة انك تكوني السكرتيرة الخاصة بيا انا. يا فندم مش معقول الذكاء ده. سيادتك فاهم كل حاجة. طبعا يا آنسة، امال انا رئيس مجلس إدارة أونطة؟ الحيلة بتاعتك دي يا آنسة انا بس في المؤسسة وبلا فخر اللي يقدر يكشفها. يا فندم اسمح لي اقول لحضرتك يعني ان دي ميزة مش موجودة الا عند قلة نادرة من الناس، يمكن 1 في 10 مليون. ده حقيقي. الله، وعرفتيها ازاي دي؟ على العموم ميرسي يا انسه. ذكائك. ايوه، ذكاء غير عادي. ذكاء حاد جدا. انا ممنون جدا يا انسه. الشخصية قوية مؤثرة.
كل اللي في البيت بيقولوا لي كده. على العموم ده من حسن أدبك يا آنسة. يا فندم شخصيتك فيها سحر وجاذبية. لا بقى، ايه يا فندم؟ لا بقى. ليه يا فندم؟ ايه ده بقى؟ دي جديدة دي، سحر وجاذبية. لا بقى، دي فنس طلعت من حضرتك مش هي. أنا سحر وجاذبية؟ لا، ده في ناس كتير قوي بتقول عني إن أنا ظل تقيل. أبقى سحر وجاذبية يا أنسة؟ سيادتك متأكدة من سحر وجاذبية دي؟ ايوه يا فندم. يبقى حقد وكراهية وضغينة منهم. أيوة، أكيد. أنا فعلا سحر وجاذبية. مين اللي بتقول كده؟ أنسة رقيقة في جمال فينوس. يا فندم. فينوس. نعم. أستأذنك لحظة واحدة. أنا وسيم جدا، شخصية قوية، يا سلام، ذكاء حاد مش ممكن. ألو؟ أيوة، أنا رئيس مجلس الإدارة. مين معايا على الخط؟ اديني مدير شؤون العاملين. نعم؟ أنت مدير شؤون العاملين؟ ايوه يا فندم. اسمع، أنا عاوز قرار فوري، وده يجي لي دلوقتي حالا عشان أمضيه. تنقل السكرتيرة بتاعتي لأي حتة في المؤسسة. اي حته فين يا فندم؟ أي حتة تبقى أي حتة. أنا لما أقول أي حتة محدش يناقشني. ودوها المخازن، الأرشيف، الحسابات، وودوها بيتهم حتى. حاضر يا فندم، تحت امرك. الشق الثاني من القرار الفوري، وده مهم جدا يا أفندي، خلي بالك، اكتب واسمع. القرار ده يجي لي بالبنط العريض. الشق الثاني بالبنط العريض. تعين الآنسة الجديدة اللي اسمها سوسو، قصدي اللي اسمها سلوى، تعين سكرتيرة لسعادتي أنا. انتهى. أنا في انتظار القرار عشان أمضيه. ادخل. صباح الخير يا فندم. انت دخلت هنا ازاي؟ يا فندم انا نفسي مش عارف، النهارده بالذات لقيت كل الابواب مفتوحه قدامي. المؤسسه مالها النهارده كده بقت سداح مداح. انا بكرر السؤال، دخلت هنا ازاي؟ ابدا يا فندم، كل ما اقول لحد انا عاوز الانسه سلوى يقول لي اتفضل ويفتح لي الباب. فاكر سيادتك افتح يا سمسم بتاعت مغاره علي بابا؟ ايوه فاكرها طبعا. انا اقول لانسه سلوى ابواب المؤسسه تفتح. طبعا لازم الابواب تتفتح. سلوى اسم له فاعليه، يفتح ابواب وشبابيك ويفتح طرق وخطوط جويه. الله اكبر، الله اكبر. لكن انت تبقى ايه للانسه سلوى؟ انا فندم ابقى قريبها. قريبها من الدرجه ايه؟ من الدرجه البعيده. التالتة مثلا؟ انا لو قريبها من الدرجه الثالثه اورث، لكن انا بقى قريبها من الدرجه الثالثه عشر. فهمت. انت بتتمسح فيها، بتتمسح في الانسه الرقيقه. نورت المؤسسه. اسم حضرتك ايه يا فندي؟ انا اسمي ابو الفتوح. شوف يا ابو الفتوح، انت افندم سعاده البيه، كل ابواب المؤسسه دي ايوه اتفتحت قدامك. ايوه، لغايه الباب بتاعي انا اتقفل في وشك بترابيس. يا ساتر يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ليه يا فندم؟ عشان من واجبي احمل بنتي من اي سوء، وانت سوء. في ناس كتير كده زيك كل هدفهم في الحياه مطاردة اصحاب الشأن. هي الانسه سلوى بقت صاحبه شأن. شأن عظيم. يا فندم. خد الاستاذ ده لغايه الباب وتحدفه، بس من غير اصابات. استاذ ابو الفتوح. سلوى، ده انا بقالي 3 ايام اقف في الشارع قدام المؤسسه علشان اقابلك، مفيش فايده. ليه كده يا ربي؟
يا ساتر يا حفيظ، بتوع الامن معاملتهم صعبه قوي معايا. اقول لهم سلوى دي زي بنتي، يكون ردهم عليا بالرجل برضه. انا زي ابوها يا ابني، طاخ بالرجل برضه، وكلهم لابسين جزم، مفيش حد منهم بشبشب، كلهم بجزم. ايه يا سلوى، انت ساكته ليه؟ صحي لي بقى وخدي بالك، عاوزك بقى تساعديني في الاختراع بتاعي. الاختراع. انا في الحقيقه كلمت رئيس مجلس الاداره بخصوص الاختراع بتاعك. يعني اديته فكره كافيه عنه. وانت عندك فكره عنه منين؟ من الكلام اللي انا سمعته منك. لا سمعت مني قشور. ما تفرقش. رئيس مجلس الاداره وعد انه يشوفك علشان خاطري. ايوه. ولا اقول لك ايوه. احسن حاجه يا استاذ ابو الفتوح، هات الاختراع وانت استريح. لا يا بنتي، انا افضل التعب. اتفضلي يا انسه. تحب اوصلك في حته يا استاذ فتوح؟ لا وعلى ايه، انا دايما احب امشي على رجليا. على كيفك. باي. مع السلامه سلوى. ايوه نعم. على فكره انت جميله جدا. ميرسي يا استاذ فتوح، كتير قالوا لي الكلام ده. باي 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 باي. جميلة جمال الزهور السامة، جمال خداع كذاب، لكن مش ذنبك يا سلوى، ده ذنب الدنيا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. دنيا الكذب فيها بقى وسيلة مش بطالة، والنفاق بقى سكة مضمونة. النفاق اللي قعد الجاهل مكان العالم، واللي ما يعرفش مكان اللي يعرف. ايه والله زمان، انت فين يا زمان؟ كان النفاق فيك سبة وعار. يا ترى هترجع تاني يا زمن الأحرار، ولا خلاص انكتب علينا نعيش في زمن العبيد اللي اخترعوا بوس الإيد؟ وهكذا انتهت أمنية عبد المنعم مدبولي لو كنت منافقا. اشترك بالتمثيل هالة فاخر، عبد الله فرغلي، فاروق نجيب، عبد الوهاب خليل، مصطفى هاشم، سمير التميمي، صلاح عفيفي، وعفاف مصطفى. لو كنت منافقا كتبها وحيد حامد، أخرجها مصطفى أبو حطب.